مصر كلها بقت اهلي وزمالك. سيداتي انساتي سادتي، اهلا بكم وقمه جديده من قمم الكره المصريه، الاهلي والزمالك. مباراه النهارده من نوع مختلف لان معانا فنان جميل صوت رائع، ابن بلد، تحس ان اخوك، تحس ان صاحبك، تحب تتفرج عليه، تحب تسمعه. بيمثل النادي الاهلي اليوم الفنان حماده هلال. كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب. رمضان كريم. الله اكبر. كل سنه حماده. الحمد لله كل سنه وانت طيب. اما نادي الزمالك فمفاجاه المفاجآت، فنانه صاعده متالقه شقيه لذيذه مالحه اسمها منى. ازيك يا استاذه منى؟ الحمد لله. كل سنه وانت طيبه. وانت طيب. عامله ايه؟ الحمد لله. هتلعبي مباراه حلوه النهارده؟ ان شاء الله. مش هتسلمي على انكل حماده؟ بتديله العلم؟ ها؟ كويس. ولا تاخدي العلمين معاكي؟ لا انا هاخد العلم ده. خدت العلم ده. هنعمل قرعه وبعد كده المباراه. حماده ايه رايك اخليها تختار ملك ولا كتابه؟ يلا مفيش مشاكل. تختاري ملك ولا كتاب؟ ملك. ملك. شكلك ملكه. طلعت ملك. ضربه البدايه معاكي، اوكي؟ اوكي. نبدا احداث المباراه اعزائي المشاهدين، وضربه البدايه مع الشقيه اللذيذه منى. ازيك يا منى؟ الحمد لله. منوره. انت اهلاويه ولا زملكاويه؟ لا انا زملكاويه. زملكاويه النهارده ولا على طول؟ لا النهارده بس. اهلاويه ولا زملكاويه يا حماده؟ انا اهلاوي. لا انت اهلاوي انا عارف. انا اهلاويه بس يعني النهارده بس زملكاويه. النهارده بس. ممكن دي فظيع. بتتلائم ليه؟ قالت لك ايه؟ زملكاويه. قالت لك انها زملكاويه. تحب حازم زملكاويه اصيله. او بتحب حازم امام جدا. انت عارفه مين حازم امام الاول؟ انت مالك ومال العالم دلوقتي؟ انت زملكاويه. انت دلوقتي بتحبي الجري؟ بحب الاهلي. بحب الاهلي. ايوه بلعب في البتاع بتاع الاهلي. بصي بقى، انت لسه بتحب الجري ونط الحبل وركوب الخيل وكده ولا بطلتي الحاجات دي كلها؟ ممكن اركب سيسي جميل قوي. لكن بقى بتحب الكوره ولا ما بتحبيش الكوره؟ لا هو انا يعني بقعد العب كوره ساعات. تلعبي كمان مع مين بقى؟ بلعب مع صحابي. والله بتجيبي جوان ولا بتدخل فيك جوان؟ لا هم ساعات بيدخلوا فيا جوان وانا ساعات بدخل فيهم جوان وبنحاول. هي لعيبه جامده يا حماده؟ لا هي لعيبه جدا. يعني ما تبصليش كده، هي لعيبه. تخاف منها؟ لا هي فظيعه. عامله لك رعب في الفيلم. هي عامله رعب وفي الحقيقه والله. في الحقيقه كمان. في الحقيقه جامده عليك. موتراني على طول. بص عمال. قول لي يا حماده، وسنك 17 سنه كنت محمد عبد الفتاح هلال مظبوط؟ كنت مازال محمد حماده هلال دلوقتي. شايف ان ده كان مفيد بالنسبه لك ان انت تبدا في سن صغيره؟ هو كان يعني حاجه ما بين البنين، لا اما حاجه هتبقى مفيده جدا في وقتها كمطرب للناس يسمعوه كصوت صغير، وبعد كده لما يكبر يقول اللي حصل. يعني دي كانت مرحله، فكان من عند ربنا سترها ان كان معايا منتج. ربنا سترها. سترها ان في كان معايا بصراحه لغايه دلوقتي اللي انا بحترمه جدا الاستاذ طارق عبد الله، ان احنا استنينا شويه في مرحله بلوغ اللي هي تغير الصوت. فقال احنا نبدا احسن في سن يعتبر ان الصوت خلاص بدا يعني في اتظبط. خلاص هو ده. فقعدت سنتين من سن 13 لغايه 15 سنه لغايه 16 سنه بالظبط، وبدانا كان شريط ألبوم الايام. فدي كان يعتبر كان الصوت خلاص بقى ده اخره، يعني يوم ما اتغير حاجات يعني بسيطه. السن الصغيره احيانا بتفيد. بالظبط. زي العفريته دي. انت دلوقتي بتعملي فيلم اسمه ايه بقى مع انكل حماده؟ الحب كده. الحب كده. عارفه مين اللي بيغني الحب كده ولا لا؟ اغنيه مين دي اصلا؟ ام كلثوم. ام كلثوم. بتعرفي تغنيها؟ مش قوي. مش مهم. فرحانه ان انت بتمثلي مع انكل حماده ولا بتحبي انكل احمد حلمي اكتر؟ ايه رايك في السؤال ده؟ حلو صح؟ مش عارفه. لا عارفه. ازاي مش عارفه؟ مش مثلتي مع انكل احمد حلمي في مطب صناعي؟ كان بيعاملك ازاي بقى؟ قولي لي. بيقولوا كان بيضربك كل علقه والثانيه. يا سلام. يا سلام. هو ده اللي حصل. قالوا لي كل يوم يصبحك بعلقه ويمسكي بعلقه. يا سلام. يا سلام صح؟ يا سلام. صح يا حماده؟ ده انا على طول انا جاي للبريه عشان كده انا بصبحها بعلقه وبظبطها بعلقه. عشان انت مثلا بيجي لك وانت قاعد في البيت بيجي لك بريد يقول لك ايه اهلا يا حماده انا ضربت منه الصبح. اهلا يا حماده. مين اللي بيبلغك ان انت ضربتها الصبح يا حماده؟ لا كل يوم مسج كده؟ لا كل الكاستم يعني